السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا طقم انتريه قديم. الطقم ده جاي عشان يتفور ويتعاد تنجيده. فاول حاجة بنبتدي نفور التنجيد القديم وبنخليه على الخشب تماما، وبعد كده بنبتدي الشغل الجديد. بس قبل ما نبتدي شغل التنجيد الجديد طبعا النجارة بتاعته محتاجة تعديل كتير، فهنعدل النجارة بتاعته قبل ما نشتغل. الطقم ده عبارة عن كنبتين واتنين فوتيه. فتعالوا اوريكم باقي الطقم. طبعا احنا حاطينه على بعض عشان المساحة عندنا، فالتنجيد بتاعه وصل لمرحلة صعبة يعني، خلاص ما ينفعش انه يتقعد عليه بعد كده. فزي ما انتم شايفين كده محتاج انه يتفور تماما ويتعاد تنجيده. فده اللي هيحصل معانا وده اللي هتشوفوه معانا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. فتعالوا اوريكم بقى التنجيد بتاعه كان عبارة عن ايه. عبارة عن زي ما انتم شايفين كده قش. شفتوا الخشب يعني الخشب متفصص كده من بعضه. هو هيتعدل طبعا في النجارة. التنجيد بتاعه عبارة عن قش كرينة وعليها راقة سفنج، راقة رفيعة جدا طبعا واضحة قوي في التصوير. فده شغل الشغل الجاهز، او شغل العمولة، الناس اللي هي لسه بتشتغل بالكرينة وبالقش. تمام. مش معنى ذلك يعني ان الشغل الجاهز كله بيبقى وحش، لا، في معارض بيشتغل شغل نضيف جدا. فده الانتريه قبل التنجيد، واستنوا مننا الفيديوهات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم.